السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة الرسالة قصة رعب لكل أم وأبو. صاحب الرسالة طلب أنه ما في أي إنسان يدعي على أي واحد من أطراف الرسالة، لأنه في يوم اللي ماتوا الله يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم. الرسالة بتقول: السلام عليكم، أنا شاب عمري 30 سنة، وصارت قصتي لما كان عمري 10 سنوات. أسرتنا بتتكون من 4 أولاد وبنت واحدة. أنا كنت أصغر واحد في البيت. أمي ما بتقرب لأبوي، مما جعل أهل أبوي يكرهوها، وكانت ظروفنا المعيشية صعبة زي حال كثير من الناس. سافر أبوي السعودية عشان يوفر لنا حياة كريمة، وكانت بيوت أعمامي وعماتي كلهم قريبين من بعض. كانت الحلة بسيطة، فيها مدرسة الأساس بس، والثانوي في القرية اللي فيها أخوالي. كان عندي عمي عنده ولدين وبنتين، الصغير فيهم من عمري، وعمي زوجته متوفية وكان بيسكر على طول، بيشرب الخمر. كعادة أطفال الريف بنلعب بعد المغرب مع بعض إلى قريب العشاء ونجي النوم. وفي يوم من الأيام كانت في وفاة في الحلة بالليل، ونحن بنلعب بعد المغرب. جيت لقيت أمي ما في. مشيت ناس عمي، لقيت عمي براو في البيت. قال لي تعال، وجيته. قال لي أنا زي أبوك وإنت زي ولدي، وجلسني معاه في السرير وبدأ يتحرش فيني. أنا في الأول ما فهمت شي، بعد شوية عرفت الكلام ده عيب، وبدأت أصرخ واصرخ، وكان الناس كلهم في الوفا. هو بدأ يضع قطعة قماش على خشمي. شوية كده جات عمتي وشاهدت الموقف، لكن للأسف دخلوني الغرفة، وعمي طلع السكين ووضعها على رقبتي وقال لي: إذا كلمت أمك بضبحك وبضبح أمك. وأنا خفت وقلت لهم ما بكلم زول. طلعت من البيت ومشيت أهلي وأنا منهار وفي حالة خوف وهلع وصدمة. جيت أبكي كل الليل وما كلمت أمي، ولما أصبحت تعبان. أمي سألتني قالت لي مالك، حاسة بشنو؟ بقيت أبكي وصار عندي خوف من أي زول كبير حتى أخوالي. وبعد يومين أمي أصرت علي وكلمتها بالحصل. وأمي مشت لعمتي وسألتها. عمتي قالت لها لا ولدك كذاب. وهنا حصلت مشكلة كبيرة وعريضة، وتدخلوا أعمامي وستروا الموضوع، وأنا بقيت منبوذ من الكل، أولاد عماتي وأعمامي، وبقيت طول اليوم في البيت وما عندي خروج نهائي إلا للمدرسة. وكانت أمي بالنسبة لي كل شيء، الصاحب والأم والأب. مرت الأيام وأنا أصبحت أحسن، لكن كنت في الليل أصحى من النوم وأصرخ، إلى أن تطور الأمر ومشيت لشيخ يرغي لي. اتحسنت كتير، ومرت الأيام وتوفقت في المدرسة، وجاء أبوي من السعودية وأنا فرحان شديد. كان أبوي حنون وتعامله معانا راغي جدا. وكان أبوي بيشرب في الجبنة في بيت ناس حبوبتي اللي هي أمه، وأنا ما زلت ما بخرج ألعب برا نهائي، وصارت حياتي كلها بين المدرسة والبيت فقط. وفي يوم جاء عمي وعمتي كلموا أبوي بالحصل، لكن للأسف حرفوا الموضوع كذب في كذب. حسبي الله فيهم. اتهموني أنا من اتحرشت في عمي، وأنا اللي كنت عايز كده، وأنا كان عمري 10 سنوات. هل يعقل؟ هنا أبوي جن جنون علي وضربني ضرب كسرني تكسير. وفي وقتها مر على الموضوع 2 سنين، يعني عمري صار 12 سنة. أمي شرحت الحاصل لأبوي، لكن أبوي ما صدقه. وتاني يوم جاء عمي صاحب القصة وقال لأبوي لازم الولد يترك المدرسة ويسرح بالبهايم عشان يكون راجل. هنا اتدخلت أمي، قالت لهم نحن اللبن ما قاعد يجينا من البهايم، كيف يطلع ولدي عشانه؟ ودارت معركة كبيرة بين أمي وأبوي، ومشت أمي لحبوبتي وعماتي وكلامهم نفس كلام عمي. صارت علاقتي مع أبوي زي الزفت، كلها ضرب وشتم، إلى أن سافر أبوي. ارتحت نوعا ما من الضرب والشتم، وأخواني كمان أعمامي أثروا عليهم برضو. علاقتي بقت مع أمي أقوى من قوية، حتى إذا مرضت والله بحس فيها قبل ما تتكلم. بعد سفر أبوي أمي كانت حامل، تتعب مرات، وأنا كنت بساعدها في كل شي في البيت، من كنس وغسيل أواني المنزل والمطبخ وأي حاجة، إلى أن تتعافى. بعدها وضعت وجات حبوبتي. أمي كانت حنونة وطيبة شديد، وبتصلي صلاة ما شاء الله، وتقوم الليل. أختي الكبيرة متزوجة ولد عمي الكبير، ومانعة تجي عندنا إلا للضرورة القصوى. كانوا عماتي وعمامي ما بيعرفوا الصلاة إلا في رمضان، لكن حبوبتي وأم أبوي بتصلي. مرت الأيام وأبوي جا للمرة الثانية، لكن يا حسرة كان تعامله معي أسوأ من أول. تخيلي جاب كل شي لأخواني وأولاد عمي وعماتي إلا أنا ولا شي. بقيت أبكي طول اليوم، وجات خالتي ولقتني ببكي. وأمي شرحت الحاصل لخالتي.
وكلمت خالي وما قصر، جاب لي كل شي وكنت مبسوط الحمد لله. أبوي استغر خلاص من السفر وطال عذابي. أنا كل يوم بتبهدل وبتضرب، والله مرات بتمنى الموت. ومرت الأيام وامتحنت شهادة الأساس وأحرزت درجة ممتازة. أبوي قال لي خلاص ما في دراسة، تمشي تسرح بالبهايم مع ولد عمك. أنا رفضت، وأمي مشت لأخوالي وكلمتهم بالحاصل، وجي جدي أبو أمي وساقني. كملت معاهم الثانوي. كنت بين فترة وفترة بزور أمي. في فترة الدراسة كلها ما كان أبوي بديني ولا جنيه واحد. خلصت الثانوي وأحرزت درجة ممتازة وقبلوني في جامعة كويسة شديد. وجيت لأبوي أفتح معاه موضوع الجامعة. لقيت أبوي وأخواني في البيت وسلمت عليهم وجلست. أبوي سألني عن جدي وعن أخواني وكانت الأمور طيبة الحمد لله. طلع أبوي إلى أهله شوية، جا متغير 180 درجة ونفس الحال، ضرب وشتم. وأول مرة أمشي أواجه عمامي وعماتي لقيتهم كلهم موجودين. قلت لهم أنا عملت لكم شنو؟ ليه بتعملوا معي كده؟ قعدوا يضحكوا بصوت عالي شديد. قلت لهم حسبي الله فيكم، وطلعت جيت عند أمي وقلت لها والله تاني ما أجي إلا يعرفوا قيمتي. ورجعت لأخوالي ورفضت أدخل الجامعة. اتكلموا معاي أخوالي لازم أكمل الجامعة، لكن أنا رفضت لأنه أخوالي كانوا بيصرفوا علي من الثانوي. كان جدي شيخ معروف لجميع القبائل، وقلت لجدي يا جدي أنا عايز أشتغل. بعد حوار وافق، وبمعرفته اشتغلت في شركة وكان مرتبي ممتاز ولا كنت بحلم به. وكنت برسل لأمي شوية والباقي تمسك لي واحدة من خالاتي. ومرت سنة وأنا على الحال ده. حفظت القرآن الحمد لله، وفي بعض الأحيان بصلي بناس الحل الجمعة وتراويح في رمضان لما الشيخ يكون مافي. وفي يوم من الأيام في واحد من أولاد عمتي، وكان كبير العيلة عندهم وكانوا كلهم بيحبوا، اعتدى على بنت عمي صاحب القصة واختفى. وهنا كانت المصيبة. اجتمعوا كلهم كيف يستروا الفضيحة اللي حلت بيهم، واقترحوا أنه أنا أتزوجها. ولما سمعت أختي الخبر رسلت ولدها لي، وأنا جيت بسرعة لقيتهم متجمعين ومعاهم الشيخ ودايرين يعقدوا لي وأنا غايب على أساس أبوي هو الوكيل. أول ما دخلت ترحيب وسلام عمري ما شفته منهم. قلت لهم اللي اتغير شنو؟ ما يعني أنا ذات الزمان أهنتوني وطردتوني وضيعتوا مستقبلي. جاء أبوي حضني، ولأول مرة بعد المشاكل معاي يحضني، وعمتي تبكي وبتقول لازم تستر على بنت عمك. قلت لهم لا والله شوفوا غيري. هنا انقلبوا علي كلهم وقالوا لي تعقد بس، ده ما عنده رأي. قلت لهم والله أرفع عليكم دعوة، وأنا خايف من الفضيحة. أبوي روح من وشي وقال لي ما عافي ليك ولا راضي عليك. رجعت لأخوالي وقعدت فترة. عندي خالتي عندها بنتين وزوجها متوفي. خالاتي وأمي قالوا لي رايك شنو في بنت خالتك؟ قلت لهم وانتوا رايكم شنو؟ قالوا لي والله ما فيها كلام. واستخرت وارتحت للموضوع وقلت على بركة الله. مشيت لأبوي يجي يحضر العقد، رفض وطردني. وعقدوا لي أخوالي. وفي العرس مشوا أخوالي لأبوي قالوا له لازم تحضر والكلام ده عيب عليك. جاء لكن ما جاني، بعاين لي من بعيد، وخفت أمشي له ويحرجني قدام الناس. الحمد لله زوجتي كانت نعمة الزوجة والخليلة، وربنا أكرمني منها ببنتين وولد الحمد لله. سافرت السعودية وجبت أمي عمرة، وبعد فترة رجعت على أختي مع أبوي وجبت عمرة برضه. وبعد فترة جبت خالتي اللي هي نسيبتي. الحمد لله الآن أموري طيبة. الموضوع يمكن مر عليه قرابة 20 سنة، لكن متأثر به شديد. وبعد جيت هنا كان عمري 21 سنة. قابلت طبيب نفسي والحمد لله قدرت أتجاوز الموقف. الحمد لله أنه أنا لقيت أمي وأخوالي وقفوا معاي، ربنا يديهم الصحة والعافية. وما كل الناس اللي تعرضوا لشي زي ده ممكن تلقى ناس تقيف معاها، ومهما كانت الظروف ما تآمن لا ده عمي ولا ده خالي. حكيت قصتي دي عشان الناس تسمع أولادها ويقيفوا معاهم. وبطلب منكم من المتابعين أنه ما في أحد يدعي على أحد، لأنه في منهم المات الله يسامحه، ومنهم الحي ومنهم المريض، والله يدي الجميع الصحة والعافية. إن شاء الله أنا بتابع التعليقات والله يكرمك. والله الله يكرمك أنت اللي اديتنا درس في الأخلاق يعني، واديتنا درس في الصبر، واديتنا درس في حياة كتيرة جدا يعني. بجد شخصيتك سبحان الله. الحمد لله أنه ربنا يعني عوضك بأمك، طلعتك من الحفرة السيئة اللي أنت كنت فيها دي، ولقيت خيلانك سند ليك. إن شاء الله ربنا يعوضك كل اللي فقدته في زوجتك وفي أولادك. بجد دي مصيبة كبيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحاجة دي يعني
الناس الحمد لله في الزمن ده بقت أكتر وعي، والتوعية بقت فيها كبيرة شديد، لكن برضو الناس أحسن بيقول لك حرص وما تخون. إن شاء الله ربنا يحفظ أولادنا جميعا، وأبدا الواحد ما يتخطى في امتحان صعب زي ده. الحاجات دي يعني ما هينة أبدا، وصعب ذاته أنه الزول ينساها، أو يعني ما تتخيل أن أنت يوم من الأيام حتنسى الموقف ده حيفضل راسخ كده في راسك مدى حياتك. أنا ما عارفة أبوك كان فهم شنو، لكن يعني عمك يعني كان سحر وسيطر على تفكيره، إن شاء الله ربنا يرحمه أو يديه الصحة والعافية، ما عارفة. المهم تصرفه كان أبدا ما سليم، تصرفه أبدا ما كان سليم. الزمن ده يعني يمكن الوعي أيوة صح أكتر، لكن برضو الواحد يكون حريص على أولاده ويكون مراقبهم 24 ساعة في 24 ساعة. المراقبة مفروض تكون شديدة جدا من الأم ومن الأب، وتكون متابعة دقيقة في الطلعات عند التجمعات. الواحد ما يقعد يتونس وينسى عياله وينسى أي حاجة. متابعة دقيقة في الألعاب، هم بيلعبوا في شنو، الإعلانات اللي بتظهر أثناء الألعاب، ناس لعبات لبسوها وما بعرف الحاجات العجيبة في الزمن ده. يعني لازم يكون في متابعة دقيقة جدا جدا، تعرف أولادك ديل بيشوفوا في شنو وبيسمعوا شنو. التوعية مهمة جدا، يعني الواحد يوعي طفله بأنه الحتات اللي ما ممكن تتلمس، الحتات اللي ما ممكن تقعد فيها، الحتات الغلط كلها، الحاجات الغلط كلها لازم يفهمها، يفهم أي حاجة تماما، لأنه يعني الحاجة دي بقت كثيرة شديد ومرعبة. لا قدر الله إذا الطفل يتعرض يعني لاعتداء، لازم أنه يعاقب المعتدي قدام الطفل، لأنه نسبة كبيرة من العلاج النفسي يعني بتحصل لما يحس انه امه وابوه ما حيخلوه يتعرض لحاجة زي دي، وانه المعتدي ده حيتعاقب، يعني احساس الخوف والسلبيات اللي بتكون جواه من الموقف ده اكيد حتنتهي، مش يتضرب الطفل. يعني للأسف في الزمن ده في كتير من شياطين الإنس اللي هم بيعملوا الأفعال الما محترمة دي، يعني اللي هم من اتخذ إلهه هواه. فسواء كان مع الأطفال أو حتى المعاكسات للنساء، يعني كلها حاجات يعني في الزمن ده الناس مفروض تقف ليها وتصلد ليها وتكون مراقباها وتردعها بكل ما أوتيت من قوة. غاية الليلة أعفو لي كلام مزعج ويغم النفس، لكن في حاجات لازم الناس تقف فيها وتتكلم فيها وتعمل لها اعتبار. إن شاء الله ربنا يحفظ أولادنا جميعا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فتكم بعافية وفي أمان الله.